انت بتساليني وعايزاني اقول لك يعني رايي الشخصي انا في المنتج ده. انا مش هعرف اقول لك الراي الشخصي بتاعي الا لما اوريكي حاجه. لحظه واحده، بصي اهو، ده رايي الشخصي. لو سيروم انا بستخدمه ومش حلو، انا مستحيل استخدم كل الكميه دي. انا خلاص اصلا قربت اخلصه، فعملت ايه بقى اخر مره؟ علشان ما شاء الله بيتاخد عندي في الستور، وبصراحه التكلفه بتاعته بقت غاليه، فمش عارفه هل احنا هنقدر نصنع منه تاني ولا لا. فخدت لي واحده اعينها عندي. ليه بقى؟ اول ما دي تخلص استخدم دي على طول. تمام. حوار. اولا سيروم طبيعي 100%، ما فيهوش سيليكون، وانا ما بحبش خالص استخدم اي سيليكون على شعري. بيرطب. زيوت طبيعيه، زيت الجوجوبا وزيت الارجان، ويا حلاوه ويا جمال زيت الجوجوبا وزيت الارجان، بالاضافه طبعا لفيتامين اي، بالاضافه لزيت اللوز الحلو. طبعا الريحه بتاعته هو مش بتضاف من عليه اي عطور خالص، فالريحه بتاعته ريحه الزيوت الخام. بس انا بحل الموضوع ده بحاجه تانية، استني اوريها لك. بتحليه بايه بقى يا مناتي؟ بحله بمعطر الشعر بجوز هند فانيليا. احنا عندنا يعني معطر شعر بجوز هند فانيليا، فراوله كريز وفولي وياسمين. انا بستخدم بصراحه اللي هو جوز هند فانيليا. ويا جماعه ممكن كمان تستخدموه كسبلاش، بجد تحفه. بيحتوي على كمان على خلاصه الصبار، ومفهوش خالص نسبه كحول. فانا كده بكون معطرت ورطبت.